فقبل أن نتكلم إن شاء الله أنا أشترط شروطا. الشرط الأول أن لا يتكلم أحد أثناء المناظرة إلا صاحبي. الشرط الثاني أن نلتزم بآداب المناظرة، أن تكون المناظرة على صورة سؤال وجواب، وأن لا نقطع كلام بعضنا بعضا. هذا شرط، فإن قطع كلامي قمت وانصرفت. وأنا أيضا ألتزم أن لا أقطع كلامه. أيضا أن لا ننتقل من باب أو من مسألة إلى مسألة أخرى. شأن المتلاعبين في الكلام، إذا أخذنا في الكلام في مسألة من المسائل لا ينبغي أن ننصرف إلى مسألة أخرى فرارا من الخصم. إذن أن لا يتدخل أحد بالكلام من الحاضرين في المناظرة، فإن تدخل قمت وانصرفت. وأن نلتزم بآداب المناظرة، أن يسمع كلامي وأسمع كلامه، وأن لا نخلط بين المسائل. إذا أخذنا في مسألة لا ينبغي أن نقطع المسألة حتى ننتهي. إذن الآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أخانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس وسط الحديث. الآن إما أن تسأل وإما أن أسأل. إما أن تسأل وإما أن أسأل. نحدد إن شاء الله نحدد الموضوع اللي نتكلم فيه. من الذي يناقش؟ أنت ولا هو؟ كلنا نشارك، كلكم تشاركون. صوق هذا فوضى. نحن نناقش واحدا. أنا جيت براسي، ما جبتش معايا رؤوس. أنا جيت نناقش واحد لعله يهديني إلى الحق. إذا عادوا بزاف أنا نجيب بزاف ثاني، وكل واحد يقبض واحد وخلاص. ما تفهموش. الآن شكون يناقش؟ واحد نتناقش معاه وواحد آخر ما يتدخلش مهما يقع. إذا كان بزاف أنا نروح هذا، نجيب الآخرين، نديروا موعد واحد آخر لا نخلفه أنا نحن ولا أنتم. إذا كان بحثا عن الحق، هذا الهم بتاعنا هو البحث عن الحق. الحق إلا يكون عنا واحد ولا اثنين ولا جماعة. المهم المناظرة العلمية يا أخي فهمت عندها آداب. أنا أناظر واحدا، فهمت؟ نناظر شخص واحد، ما نناظرش 10 باش ما توقعش الفوضى. لأن لو كان نكون نتكلم مع واحد من هذاك الجانب ربما يتكلم واحد آخر من يزيد يتكلم واحد من جانبي وتوقع فوضى. احنا ماناش من اليوم يا أخي ناظرنا. احنا نشأنا مع المناظرات وتربينا على المناظرات والحمد لله رب العالمين. إذن فإن شاء الله ما تتكررناش كما المرات القديمة دائما فوضى في المناظرات. احنا ماذا بنا إن شاء الله نلتزم بآداب المناظرة. من الذي ناظر؟ ها؟ أنت
نسألك ماذا تقول في أخينا علي بالحاج؟ ماذا تقول في أخينا علي بالحاج؟ الحمد لله رب العالمين. إن عقيدتنا لمن زاول دين الديمقراطية وطبق قوانينها لا تلحن. نحن في مجلس علم، لا ينبغي أن نخطئ مثل هذه الأخطاء التي يضبطها مبتدئو اللغة العربية. أنا أتهم ما عنديش تكلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول من خرج آداب النقاش كيف؟ لأن الرجل يتكلم، وهذه الأخطاء العربية الذي قاله لا يضر كثيرا ولا يغير من الحق شيئا. فإن كنت تريد أن تناظر وتأتي بالأدلة الشرعية بعيدا عن المهازل التي يستعملها كثير من الناس ممن تعلم قليلا من العربية فلا بأس. وإن كنت تريد أن تناظر لكي تبين أنك تعرف أحسن منه العربية فهذا نحن لا نناظره. فهمت؟ فالذي حتى وإن تكلم بالعامية فالناس تفهم ما هو المقصود، فليس داعيا لاستعمال هذه الأساليب الدنيئة البسيطة في النقاش. فإن كان عندك علم فتخرجه لنا. نحن نقول لك أولا أن من عقيدة الخوارج هي السؤال عن الناس: ماذا تقول في فلان؟ وماذا تقول في فلان؟ وماذا تقول في فلان؟ كان أولى بك إن كان عندك علم أو كان عندك باعا في العلم أن تسأل هذا، وأنت تعلم علم اليقين أننا نكفر علي بالحاج لأنه دخل في الديمقراطية. فكان أولى بك وأولى بمقامك أن تسأله عن المسألة لا تسأله عن الشخص. وهذه هي الآداب التي أنت كنت تتكلم عنها فخالفتها منذ أن نطقت. سأجيبك إن شاء الله على ذلك. أنا لما أوقفته عن الخطأ الذي سقط فيه لأبين له بأنني لم أأتي لأناقش العوام، وإنما أتيت لأناقش أهل العلم. هذه أولا، سمحني، هذه أولا. فأنا لما في بداية الأمر في بداية الأمر أنا أريد أن أناقش أهل العلم. في بداية كلامه بين مستواه، ولذلك اعترضت عليه حتى يقوم من يقوم بمكانه وينوب عنه. أما قولك هذا السؤال هو سؤال الخوارج، فعلا هذا السؤال عن العقائد هو سؤال الخوارج، وهذه طريقة الخوارج، ولكن نحن أتينا لنناقش الخوارج، فبالطبع أن نتكلم بلغتهم. ما نتكلم أولا ليكون في علمك أن العلم ليس بكثرة الرواية أو بمعرفة هذه الأساليب، إنما العلم هو خشية الله. هكذا قال غير واحد من أهل السلف، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. فليس أن العوام أنه نصب أو رفع شيء، هذا لا يعني شيء. وكثير من أرباب اللغة لا يفقهون شيئا في دين الله، كمثل الحمار يحمل أسفاره. هذه النقطة الأولى. ثانيا كان أولى بمقامك أن تفعل كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، أن لا يفعل هذا الشيء، وأن لا يناقش الخوارج بلغة الخوارج، وأن يناقشهم بالكتاب والسنة، وأن يبدأ ويبرهن على أنه من أهل السنة ليس من أهل الخوارج. فما إن نطقت إلا أتيت بآبدة لم يسبقك بها أحد من السلف.
الجواب: أنتم الذين أحدثتم هذه الطريقة في هذه الناحية وفي هذا البلد، وأنتم الذين أثرتم هذه المسألة وأقمتم عليها الدنيا، وأنا مجيئي إلى هنا من أجل قضيتكم. وهي عقيدة الخوارج. عقيدة الخوارج يكفرون بالكبيرة. ما معنى أشهر عقائدهم أنهم يكفرون بالكبيرة؟ هذا يدل على جهل بك وبعقيدة الخوارج، وأن ليس عندك داعا في معرفة الفرق التي افترقت، وأنك لا تعرف من الخوارج إلا أنهم يكفرون بالكبيرة. واعلم أن فيه فرق من الخوارج. إن كان عندكم كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي فليأتي به أحد حتى أولي إلى هذا المتعلم أن كثيرا من فرق الخوارج لا تكفر بالكبيرة. واعلم إن كنت لا تعرف أن الخوارج يكفرون المخالف. النقطة الأولى في الخوارج أنهم يكفرون المخالف، هي أشهر عقائدهم، وأنهم كفروا الصحابة وكفروا المحكمين. ولذا يقول فيهم ابن حجر رحمه الله عندما يشرح الأحاديث التي جاءت في باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة البينة، وهذا مذهب البخاري رحمه الله عندما يبوب فهو فقهه، فقد قرن الخوارج مع الملحدين لكي يدل على أن الخوارج بعد إقامة الحجة كفرة. وأفرد المتأولين في نفس الكتاب بباب خاص بهم، فقال باب المتأولين. فيقول هنا ابن حجر رحمه الله في قضية الخوارج أن من أكبر ميزاتهم أنهم يكفرون المخالف، وأنهم يكفرون المخالف، وأن هذه الفرقة قد كفرت بتكفيرها الصحابة المشهود لهم بالجنة كعلي رضي الله عنه وغيره. وهنا ينطبق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يطبق هذا الحديث واضحا تماما، لأن هؤلاء وهم يمشون على الأرض نشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، والخوارج قد كفروا هؤلاء. لذا أخرج أبو هوان في صحيحه رضي الله عنه قال: الخوارج أكثر من اليهود والنصارى، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: شر الخلق والخالقة. وقال: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. فأنت أجهل الناس لأنك بدأت بسب الأخ، فأنا أستعمل معك هذا الأسلوب لأني ما كنت أريد أن يصل بنا أن تصل هذه المناقشة وهذه المناظرة وأن تبدأ بهذا الأسلوب الدني، وإنما أستعمل معك هذا الأسلوب لأنك أهل لذاك، لأن أول ما لبست به بدأت أن تتكلم على الأخ لأنه رفع شيئا أو نصبه في غير محله. فأنت أجهل الناس بعقائد الخوارج، ويبدو لي أنك لا تعرف من عقائد الخوارج إلا أنهم يكفرون بالكبيرة. ثم ما هذه الكبيرة التي نحن نكفر بها؟ سأجيبك إن شاء الله. الحمد لله. أما قولك أنت من أجهل الناس بعقائد الخوارج، فهذا كلام فيه